هو طبعا في 67 إسرائيل ضربت جميع المطارات المصرية، وكان عندها معلومات دقيقة عن أوضاع القوات الجوية المصرية، وتمكنت من ضربها على الأرض، لا نقاش في هذا. في 73 ولذلك حصل خروج القوات الجوية بتاعتنا من المعركة تقريبا يعني. إنما في 73 كان في تنسيق بيننا وبين سوريا، ونظرا لمدايات الطيران المحدودة للميج 21 والطيارات السوفيتية اللي موجودة عندنا، فاتفقنا مع السوريين على ان احنا لنا عمق معين، وهذا العمق كان تقريبا كل سيناء ومطار او 2 في جنوب النقب، وهم بياخدوا كل باقي اسرائيل. الحقيقة ودي للتاريخ والمفروض معلش يعني هقولها، لان احنا اتفقنا على الصراحة، نحن نفذنا الضربة الجوية تماما ولم تنفذ سوريا الضربة الجوية. وبناء عليه طالما ان الضربة الجوية لم تنفذ في وقت واحد على جميع المطارات، لا يمكن ان تفقد لو كانت نفذت بالطريق لا